في الفيديو ده ان شاء الله انا هحكي تجربتي الشخصيه في حاجه في الشغل ليه علاقه من 9 ل 5، وانك ازاي ممكن لو انت شغال من 9 ل 5 تعرف تبني البيزنس بتاعك. طيب لو انت مش عليك مسؤوليات انا بتارجتك، لو انت عليك مسؤوليات او عليك عيله او اي مكان مش ده التارجت اودينس بتوعي، لان انا بجد ما اعرفش اساعدك، ما اكذبش عليك يعني. طيب في من نوعين منكم، في نوع اللي هو لازم يشتغل شغلانه من 9 ل 5 لازم عشان خاطر عليه مسؤوليات، اي مكان بقى نوع المسؤوليات عامل ازاي، فانت لازم تشتغل من 9 ل 5. في ناس تانية منكم لا انا بشتغل عشان خاطر بس انا جاست عايز اجيب الموبايل او عايز اجيب الموتوسيكل او عايز اجيب العربيه او اي مكان يعني، ودول اللي انا اوريدي تاني انا بتارجتهم. لو انت هتعرف تقعد في البيت بتاعك ويبقى عندك اكلك وشربك ونومك اوريدي جاهزين، فصدقني انت مش محتاج اي حاجه تانية. انت كل اللي انت محتاجه انك انت تقعد في البيت وتبدا تكبر من البيزنس بتاعك، ملاش حل تاني. الا بقى لو انت هتنزل تشتغل الشغلانه دي هتكسبك خبرات، فاكيد مش ده المثال اللي بتكلم عليه يعني. هتعلمك حاجه لها علاقه بالبيع بالماركتينج اي مكان، فمش دول اللي بتارجتهم يعني، مش دول اللي برضه بتكلم عليهم. فلو انت تعرف تقعد من الشغل اقعد من الشغل. طيب لو انت مش هتعرف او انت في فتره تدريب او جامعه او اي مكان فهيبقى الموضوع صعب. لو انت لوحدك تعرف تشتغل كل يوم 9 ساعات، كل يوم 3 ليرنينج 3 ديليفري و3 بيلدينج. الليرنينج انك انت بتبدا تتعلم حاجات لها علاقه بالبيزنس بتاعك، اما انك انت تتعلم حاجات لها علاقه اكتر بالماركتنج، عايز تتعلم حاجات لها علاقه اكتر بالسيلز بالفاليو ديليفر، بالحاجات دي كلها يعني. اي حاجه لها علاقه بالتعامل مع الكاستمرز يعني، او حتى عايز تتعلم تكنيكال، بس انا بالنسبه لي اهم حاجه هي البيزنس سكيلز اللي انا بقول لك عليها دي. وتشيز على فكره انت ممكن تتعلمها من اللينك اللي تحت في الديسكربشن، لو انت حابب تعمل جوين في مجموعه الكورسات بتاعتي بعلم فيها الحاجات دي كلها في مكان واحد يعني. الجزء الثاني هو في مرحله البيلدينج، اللي هو انت اوريدي بتبني في البيزنس بتاعك، بتابلاي بقى الحاجات اللي علاقه بالليرنينج، ممكن تحسن الاوفر بتاعك، تحسن الحاجات اللي علاقه بالماركتنج، لو انت اوريدي بتشتغل على الانتاجيه بتاعت البيزنس بتاعك، الانتاجيه. تمام. عشان في حاجات اوريدي انت ممكن نفسك انك انت شغال عليها وهي مالهاش اي علاقه دايركت قوي بالبيزنس بتاعك بيكبر يعني. انت بتحاول تظبط مثلا حاجات معينه، لازم تسال نفسك هل الحاجات اللي انا بكبر فيها دي 20% من الفلوس اللي تخش لي ولا 80%؟ لو 80% دوس فيها، لو 20% حاول ما تديها تاني اولويه يعني في البيزنس بتاعك. المرحله الثالثه هي الدليفري بتاعك. انت بقى معاك عملاء عايز تسلمهم شغل، عايز تسلمهم اي مكان بقى، دي مرحله الدليفري بتاعتك، دي اللي انت لازم تركز عليها برضو. وبالنسبه لي مرحله الدليفري اهم ممكن كمان مرحله البيلدينج، لان مرحله الدليفري هي اللي هتجيب لك فلوس اكتر، هي اللي هتخلي نفس العميل يشترك معاك مره واثنين وثلاثه، هتخلي نفس العميل ده يرشح لك ناس ثانيه. ما تحاولش تعمل دليفري للناس انت اوريدي مش هتعرف تساعدهم. فدول الثلاث مراحل. طيب لو انت شغال من 9 ل 5 ومش هتعرف تسيب الشغلانه بتاعتك، انا ارشحك انك انت تشتغل 3 ساعات بس، 3 ساعات ليرنينج بيلدينج ديليفري، ليرنينج بيلدينج ديليفري. لو الدليفري حتى مش موجود فانت ممكن تقسمها ساعه ليرنينج وساعتين بيلدينج في البيزنس بتاعك يعني. ده افضل حاجه. انت ممكن ليرنينج من الكورسات بتاعتي، لو انت بتعمل تحت ال والله عادي انت ممكن انت ممكن تعملها، بس انا معايا ناس تقيله، انا معايا ناس متفاوته يعني، بس انا ممكن ارشحها مثلا لحد بيعمل افريج ممكن تحت ال 50 يعني، لا يبدا يخش فيها. لو انت بتعمل فوق ال 50 فلا انت محتاج اوريدي حاجه متخصصه اكتر، فانت ممكن تخش في كونسلتيشن، ممكن تدخل في منتورشيب. انا اوريدي كده كده في كونسلتيشنز اصلا بعمل لكم فلترنج، والناس اللي مش عارف اساعدها ببعتها على الواتساب بقول لها يا جدعان انا مش عارف اساعدكم وبتاع، انت يعني نصيحه من عندي انا اروح لحد تاني فلان الفلاني، او انا مش عارف اساعدك ونقطه. انا راجل صريح، انا مش هطلع حد من الكونسلتيشن بتاعتي هو مش مستفيد من الكونسلتيشن بتاعتي لاجل ان انا اخد منه الفلوس بتاعته يعني. نفس القصه في المنتورشيب، نفس القصه في اي مكان يعني. ف ف لو انت شغال من 9 ل 5 او ما تروح كل اي حاجه، نام اصحى، ما تشغلش بالك بالجيم، ما تشغلش بالك بايه الاكل اللي انا المفروض اكله، ما تشغلش بالك باي حاجه تانية. انت الغرض انك انت تنام، ولازم تنام انك انت تعمل ريستارت لمخك، تعمل ريست لمخك. أم، لو ما عملتش ريست لمخك تلاقي نفسك انك انت مخك اوريدي مدووش بالشغل، بالقرف بتاع الشغل، بالقرف بتاع الجامعه، باي مكان يعني. فانت هتنام هتصحى هتشتغل 3 ساعات دول، وممكن بعد كده انت ايه تبدا بقى، انت بقى هتذاكر، هتروح الجيم بتاعك، هتعمل اللي تعمله يعني. آه، فده احسن احسن جدول انت ممكن تشتغل فيه من 9 ل 5. بشكل عام لو انت قادر تسيب الشغلانه بتاعتك من 9 ل 5 سيب الشغلانه بتاعتك لو انت مش مسؤول. لو انت عايز تاخد ريسك خلي معاك احتياطي 6 شهور تانيين،
واتليست قبل ما الست شهور يخلصوا يبقى في مثلا 3 شهور لا تبدا ايه تخلي بالك، تبدا ممكن تدور على شغل. لكن انت انا مش عايزك بعد 6 شهور تلاقي نفسك انك انت فلوسك كلها خلصت، وتلاقي نفسك انك انت هتشتغل اي شغلانه رديئه لاجل انك انت بس محتاج يعني. فمش لازم تكون محتاج، فانت قبلها مثلا بشهرين تكون انت اوريدي بتدور على شغل وانت بتدور على شغل بتحاول تبلد في نفس الوقت يعني، بحيث انك انت يبقى عندك مساحه لشهرين. فلو انت في اليوم مثلا بتصرف لك لو انت في الشهر بتصرف لك 10000 جنيه كمسؤوليات او 15000 جنيه او اي مكان، 10000 جنيه، فلازم يكون معاك 60000 جنيه عشان خاطر تعرف تسيب الشغلانه بتاعتك، بحيث انك انت يبقى عندك مساحه 4 شهور ممكن تبلد فيهم على قد ما تقدر وتكسر ال 10000 جنيه دول. ايه تاني ممكن اقول لك عليه؟ سيب الشغلانه بتاعتك على في اسرع وقت ممكن. لو في اي حاجه بتشتتك سيبها. الحاجه دي فيديو جيمز او اي حاجه بتاخد من البطاريه بتاعتك يعني، حاجه دي فيديو جيمز، حاجه دي ممكن تبقى هاكل ايه النهارده، ممكن تبقى ريدز كتيره بتعملها قبل ما تنام، ممكن تبقى صاحبتك، ممكن تبقى خطيبتك، ممكن تبقى اي مكان. سيب، ليت هير جو. يعني لو انت اوريدي مصاحب واحده ليت هير جو لاجل البيزنس بتاعك لازم يكبر. عايز تكبر من البيزنس بتاعك هتضحي، عايز توصل لحاجه معينه هتضحي، وعلى قد ما الحاجه بتاعتك دي كبيره ولا صغيره على قد ما انت هتضحي بشويه حاجات حلوين. كل ما تضحي اكتر كل ما هتوصل لنتائج اقوى يعني. هتضحي بعادات ليها علاقه بالعيله، هتضحي بخروجات، هتضحي بالبت بتاعتك، هتضحي بالفيديو جيمز، هتضحي بكل الحاجات دي كلها. على فكره مدمن، انا بلعب فيديو جيمز شويه كتار وده غلط، بس انا اوريدي في اجازه فانا بس ده غلط برضه يعني عشان ما تحججش يعني. فتره البيلدينج هي اكتر فتره انت هتشتغل فيها، اكتر فتره هتشتغل فيها مده 6 شهور. اشتغل كل يوم 6 شهور دول 9 ساعات في اليوم، كل يوم ديديكيتد. حتى لو انت مش هتعرف تشتغل 3 ساعات بس، اجي انك انت معاك دراسه، معاك اي مكان بقى الحاجه اللي معاك يعني. ركز على النابس او الناب شوت، دي بتبقى مثلا افريج ممكن تاخد نومه ساعتين او ساعه ونص، وممكن تاخد نومه على شكل شوتس كده بتبقى نص ساعه مثلا تلت ساعه. يعني انت تحط راسك على المخده كده، ظبط المنبه مثلا على نص ساعه، نمت ما نمتش قوم. حلو الكلام، نمت ما نمتش لقيت نفسك مخك بيفكر كتير قوم، ما تقعدش، ما تكملش قاعد على السرير يعني. انت من الساعه 5 بتقتل روحك. it depends on your goals. لو انت الهدف بتاعك انك انت تكبر في الشغلانه بتاعتك it's up to you. لو انت هدفك انك انت لا انا افضل محافظ على المينتنس وحافظ على ان انا بيخش لي فلوس كل شهر، حاجه حلوه مش حاجه وحشه على فكره. اهم حاجه انك انت تكون عايش مبسوط. لو انت مبسوط من الساعه 5 افضل شغال فيها. لو انت بتحب شغلانتك افضل شغال فيها. لو انت مش حابب الشغلانه بتاعتك وعايز تشتغل كل يوم طول اليوم 9 ساعات 10 ساعات في اليوم، ممكن توصل 12 ساعه في اليوم، بس على اتليست ما تصحاش بدري، اعمل كده. ما تظبطش نومك، حاول تنام اكيد طبعا اوكي، بس يعني ما تهتمش ان انا لازم انام مثلا الصبح عشان اصحى الصبح بدري بتاع. اشتغل في الوقت اللي يريحك، اشتغل في الوقت اللي يريحك. انا بحب اشتغل بالليل، انا بحب اشتغل اكتر وقت من الساعه 12 لحد الساعه 5 الفجر، وبعد كده انام، اصحى مثلا الساعه 1 اصحى الساعه 2 واكمل شغلي عادي يعني. او لو انا بقى هصحى بقى على الشغلانه لان انا اوريدي في تدريب يعني من الساعه 5 بصحى بدري اروح التدريب، ارجع انام، اصحى وهكذا. انام شويه ساعه ساعتين مثلا، اصحى اتغدى، احاول اشتغل او اروح الجيم، ارجع ايا ما كان بقى الروتين بتاعك يعني. زي ما انا ما قلت لك هدفك الاساسي اللي هو الفلوس، روح الجيم مرتين بس في الاسبوع. انا بعمل كده على فكره، ممكن بروح يوم تالت بونص كحاجه من عندنا لان انا اوريدي فتره اجازه فمش حاجات كتير قوي لدماغي يعني. الايام العاديه انا بشتغل فيها 9 ساعات و10 ساعات في اليوم. انا حرفيا ده السيت اب بتاعي ده. انا قاعد كده بس معايا الشاشه دي على فكره أنا يعني شاريها حديثه يعني شاريها لاجل ان انا عايزه يفضل ان هي تساعدني في البيزنس بتاعي يعني، او بتخليني شايف الدنيا اوضح من جاست اللابتوب بتاعي يعني. هتفضل قاعد كده 9 ساعات في اليوم كل يوم حتى بالويكندز، تمسك انك انت كمان 6 شهور سنه الانكم بتاعك اتضرب في 4 5 مرات، مش 5000 5 مرات يعني. تمام.